خطوات التغيير تبدأ من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان، ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مش عايز اقول لك ومش عايز اكد عليك، اللايك بتاعك الجميل دعما منك ليا. ويا ريت تشير الفيديو ده لما تقدر عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومش عامل لي فولو، اعمل لي فولو عشان يوصل لك من فيديوهاتي. ولو انت على اليوتيوب يا ريت ما تنساش السبسكرايب، اهم حاجه. وركز معايا في الكلمتين المهمين دول. طبعا خطوات التغيير من بعد مباراه السوبر الافريقي كانت لازم تكون بادئه بدري شويه. اسباب لفك الفرقه واللعيبه كلها اللي بقت بتسهر، واللعيبه اللي كلها اللي بقت خارج او في الدي اوف من المباريات ومن التركيز. تحس ان اللعيبه خلاص تشبعت بطولات، تشبعت ومش مركزه ولا في الملعب مركزه، اهم حاجه في السوشيال ميديا. فكان لازم يكون في قرارات صارمه وموقف يقف عليه مجلس اداره النادي الاهلي، لان دي كانت هتبقى خطوات نهايه الجيل الحالي ونهايه مجلس الاداره تماما، لان كان هيبقى فيه بقى بزرامير. لكن بدايه موقف صارم زي ده، لا دي خطوه ايجابيه بشكل كبير جدا. الكابتن محمد رمضان مديرا للكره في النادي الاهلي ورئيسا للسكاوتنج في اداره النادي الاهلي، يعني مديرا رياضيا في النادي الاهلي ومدير كوره، يعني راجل وتم اسناده مديرا للكره في النادي الاهلي. ده طبعا هيكون موجود على الدكه بجانب مارسيل كولر. اللي ما يعرفش كابتن محمد رمضان، كابتن محمد رمضان كان مهاجم من ضمن مهاجمين النادي الاهلي. ما يعرفوش الشباب الصغير، لكن الناس اللي هي في سن ال30 وما فوق يعرفوا محمد رمضان بشكل كبير جدا. ده كان مهاجم، كان بيلعب في الترسانة وجه النادي الاهلي وعمل لنفسه سي في قوي جدا كمهاجم داخل جدران النادي الاهلي، وكان اضافه بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. لاعب كان ملتزم بشكل كبير جدا، فقراراته هتكون صارمه. ومدير كرة هيكون صارم بشكل كبير جدا. مدير كرة ده بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ هو القدوه بتاعه. ده بالنسبه له قدوه كابتن سيد عبد الحفيظ، فده ماشي على نفس النهج. وجود كابتن محمد رمضان هيكون بمثابه صرامه على المستوى الفني والاداري وكل حاجه داخل طبعا اداره النادي الاهلي او مديرا للكره في النادي الاهلي. مش هيكون في سهرات بقى، مش هيكون في الكلام دوت. بدانا ناخد خطوه ايجابيه، بدانا نشوف حاجه صارمه. بعيدا عن لسه احنا ما عملناش صفقات، بس احنا في قرارات صارمه تم اتخاذها في الفتره الحاليه. فيا ريت نكمل على هذا النهج، ويا ريت يبقى في التزام حتى من اللعيبه نفسها. حست ان هي قصرت فلازم تلتزم، لان احنا في الفتره الاخيره حاسين بتشبع، حاسين ان احنا فوق الكوره اللي يكبر على الكوره بتلدعه. فان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيكون قرارات صارمه باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه، الاهلي والعين الاماراتي، وطبعا بطوله ناريه ما بين تجمع ما بين الاهلي والعين الاماراتي. طبعا القرارات اللي انا بكلمك فيها دي وجودها او الاعلان عنها قبل طبعا الانتر كونتيننتال ومواجهه العين الاماراتي، ده موقف كبير جدا. لانك انت قدام العين الاماراتي تم الاعلان عن تسلم، اذا يعني لو الاهلي باذن الله تعالى نفوز على العين الاماراتي. لو الاهلي فاز على العين الاماراتي هيتم تسليمه كاس بعد المباراه مباشره، كانك كسبت البطوله. الافرو اسيوي بقى زي ما تتحسب، بس هيتم تسليم النادي الاهلي مراسم تتويج وكل حاجه. ان اللي هيكسب المباراه دي هيكون ليه كاس هيتسلمها، وباذن الله الكاس يكون من نصيب النادي الاهلي. ولازم نكسب العين الاماراتي، لازم اللعيبه تكون فايقه بشكل كبير جدا.
نتمنى الفوز باذن الله على العين الاماراتي، ونتمنى نشوف الاهلي في افضل حال من احواله. تمام. ده بالنسبه للاهلي والعين الاماراتي. وطبعا الاستاد هيكون متواجد بالسعه الكامله. الاستاد هيكون ممتلئ على اخره بجماهير النادي الاهلي، جماهير المارد الاحمر. تمام. الموضوع التاني والاخير طبعا معانا الكاف وتسريب خبر مهم جدا. في اتجاهات في الفترة الأخيرة إن يقترب وبشدة آه، إلغاء السوبر ليج الأفريقي أو السوبر الأفريقي، اللي هو كان بالنسخة اتعمل منه نسخة واحدة اللي فاز بيها سان داونز، اللي الأهلي شارك فيها الموسم الماضي، واللي كان الزمالك هيشارك فيها الموسم الحالي. تم او مش تم لسه، هو لسه في كلام شبه رسمي او شبه مؤكد ان هيتم الاعلان عن الغاء السوبر الافريقي. طب ليه يا عم؟ الاسباب بيقول لك ان في بعض الرعاة تم سحبهم من او انسحبوا من البطولة ديت. فالبطولة بشكل كبير جدا عشان برضو في كاس عالم للأندية، في انتر كونتيننتال، في بطولات كبيرة هتكون متواجدة. فطبعا سحبوا نفسهم الشركات الراعية للإعلان عن الإعلان نفسهم، يعني عن إن البطولة هتكون ملغية في القريب العاجل بإذن الله تعالى. فدي بس كده، واحنا وصلنا لحد آخر الفيديو. فياريت نكون في